واحد باعت لي تعليق بيقول لي اي حد شغال في النقل الذكي المفروض قبل ما ينزل من بيته يسيب كرامته في البيت وبعد كده ينزل يشتغل. هقول لك على حاجه، للاسف في ناس بتعمل كده، لكن احنا عن نفسنا ما عندناش غير كرامتنا، فالمفروض لما نيجي ننزل نشتغل يبقى هي اهم حاجه بالنسبه لنا كرامتنا. احنا فعلا نازلين الشارع عشان ناكل عيش، بس ناكل عيش بكرامتنا مش ناكل عيش بدون كرامه. رمضان اللي قبل اللي فات كان في كام يوم حر جدا وكان الشغل فيهم مريح خالص، وانا كنت قاعد في العربيه ومشغل التكييف وكانت الشمس شديده جدا، فجاني اوردر 5 6 كيلو كده من قدام سوبر ماركت. السوبر ماركت كان عالي شويه، فلقيت واحده نازله جايه على العربيه كده وبقول لها اركبي، وانا قافل الازاز ومشغل التكييف، فلقيتها جريت ناحيه الشنطه وراحت بتخبط لي على الشنطه عاوزاني افتح الشنطه، وهي كل اللي معاها كيسه صغيره كده اللي بناخدها من السوبر ماركت، حاجه بسيطه جدا. فرحت فاتح الازاز كده قلت لها بعد اذنك تعالي اركبي وحطها جنبك، راحت مخبطه جامد على الشنطه وقالت لي افتح الشنطه انت ما بتفهمش. قلت لها انا ما بفهمش، رحت لاغي الرحله بسرعه، رحت قافل اللوك وقلت لها بقى انا ما بفهمش، خلي اللي بيفهم يجي ياخدك، ورحت دايس بنزين وسايبها وماشي. انت بقى لو حصل معاك الموقف ده هتعمل ايه؟